السلام عليكم. قصة رائعة. كان هناك رجل يعاني من فشل كلوي، وكان يخضع لجلسات الغسيل، لكنه تعب من ذلك. انتظر طويلا في قائمة الانتظار لعل أحدا يتبرع له بكلية، لكن لم يتقدم أحد. فقرر السفر إلى إحدى الدول، واتفق على شراء كلية بمبلغ 150 ألف ريال، وحدد موعد العملية. أدخل رجلان إلى غرفة العمليات ليتم نقل الكلية في الوقت نفسه، حيث تستأصل من المتبرع وتنقل مباشرة إلى المريض حتى لا تتلف. وعندما دخل المريض وجلس على السرير، التفت إلى الشخص الذي سيتبرع له بكليته، فإذا به يبكي. فقال له: لماذا تبكي؟ ما الأمر؟ فأجابه: لا شيء، ولكن والله ما دفعني لبيع كليتي إلا الفقر. لدي أطفال وعندي والدي، ونحن جميعا فقراء، فبعت جزءا مني بسبب الحاجة. عندها تأثر المريض كثيرا، ولما دخل الطبيب قال له: لقد تراجعت، لا أريد إجراء العملية. فقال له الطبيب: هل هناك مشكلة؟ فأجاب: لا، ولكنني لن أجري العملية، والمبلغ الذي معي وهو 150 ألف ريال فهو صدقة لوجه الله. ثم خرج الرجل من المستشفى وعاد إلى الفندق ينتظر لعله يجد متبرعا آخر لا يكون محتاجا. نام ليلته، وفي الصباح، وهذه القصة يرويها الثقات، استيقظ ليدخل دورة المياه، فخرج منه البول كما كان من قبل، بعد أن كانت كليتاه قد توقفتا عن العمل. لقد عادت كليتاه للعمل في تلك الليلة. ومن الذي أعاد لهما العمل؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ببركة ما أنفقه في سبيله من مال. إن عجبتكم القصة اشتركوا في القناة.